السلام عليكم. أهلا بكم في فيديو جديد من دورة تعلم تابلو. إن شاء الله ده هيكون الجزء الأول من الفيديو الثالث اللي هنتكلم فيه عن أنواع البيانات والإحصاء. بس الجزء ده بتاع النهاردة هيبقى مخصص أكتر لأنواع البيانات. ليه أنا حابب أتكلم عن أنواع البيانات في الأول كده؟ لأن أنا شايف إن جزء كبير جدا من شغلك كمحلل بيانات أو لو هتعمل زي مشروع تحليل بيانات، حوالي 70% منه بيعتمد على مدى فهمك لمجموعة البيانات اللي انت هتشتغل فيها. بمعنى آخر، مدى تفهمك للمتغيرات المختلفة، الأبعاد بتاعة البيانات وإزاي هتفلتر البيانات بعد كده في الفيجواليزيشن بتاعك أو تصور البيانات اللي هتستخدمه. فأنا بحب أركز أكتر على مدى فهم المحلل البيانات للبيانات اللي معاه، عشان زي ما قلنا بتمثل جزء كبير جدا من المشروع بتاعك. ولو انت فاهم البيانات بتاعتك كويس جدا وازاي بتركب على بعض وازاي بترتبط ببعض بشكل كويس، هتقدر ان شاء الله تفهم الناس كلها منظورك لتحليل البيانات اللي انت نفذته. زائد هتقدر تنفذ برضو visualization كويس، تقدر تركز فيه على الحاجات اللي انت شايف ان هي اهم حاجة لازم يتم اخذها من هذه البيانات يعني بطريقة فعالة. 70% تقريبا من البيانات زي ما قلنا تحليل البيانات بيعتمد على فهمك للبيانات، وحوالي 30% بيعتمد على قدرتك طبعا بقى باستخدام السوفت وير أو البرامج المختلفة اللي بتستخدم في تحليل البيانات، مثل بقى اكسل وسيكوال وتابلو أو حتى مايكروسوفت باور بي اي. بس أنا شايف زي ما قلنا إن جزء كبير بيعتمد على فهمك للبيانات نفسها. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم بطريقة سريعة شوية عن أنواع البيانات المختلفة. فما هي البيانات أصلا؟ البيانات هي في الأول وفي الآخر بتقسم لنوعين أساسيين: البيانات النوعية والبيانات الكمية. البيانات النوعية اللي هي qualitative data، والبيانات الكمية اللي هي quantitative. بس السلايد دي هتبقى بتتكلم عن البيانات النوعية أكتر، أو البيانات النوعية بس يعني. النوع ده من البيانات اللي هو بيتعلق في تابلو برضو، اللي هو بيسموه الدايمنشن طبعا، اللي هو كان باللون الأزرق في تابلو. دي الحاجات اللي ملهاش علاقة بالأرقام أغلب الوقت، يعني بتعبر عن نوع أو الحاجة نفسها اللي احنا بنحاول ندرسها. بتكون ما ينفعش نعمل لها جمع وطرح وحاجات زي كده، مش حاجة رقمية. بيبقى حاجة غالبا تعبر عن ألوان أو الأسماء بتاعة الشخص مثلا. صور، احنا مش هنتعامل قوي مع الصور طبعا في تحليل البيانات، بس الصور بتندرج تحت برضو الكواليتيف داتا أو البيانات النوعية، وأسامي البلاد المختلفة. البيانات دي برضو اسمها في بعض الناس بيسموها البيانات الكيفية، لأن هي بتتقسم لفئات مختلفة طبعا بتعبر عن مفهوم معين. ممكن في الأمثلة الموجودة في البيانات النوعية تصنيف الزهور طبعا حسب اللون بتاعها، ريد مثلا، أحمر، أخضر، أزرق. ويبقى كل كولوم مثلا أو كل بار تشارت بيحتوي على بار معين مثلا من اللون. يعني كل لون يبقى ليه بار معين كفلتر يعني. وممكن نصنف الأشخاص حسب مستواه الاجتماعي، انكم مثلا بتاعه أو الدخل بتاعه مثلا أكبر من 50,000، ده ممكن نعينه في الدخل العالي مثلا. أقل من 50,000 أو أيا كان يعني على حسب العملة، ممكن نخليه مثلا دخل متوسط، وهكذا. تصنيف الملابس حسب النوع، ممكن نقسم الملابس طبعا لقمصان، بناطيل، فساتين، وهكذا. يبقى كل نوع نقدر نقارن بيه بطريقة مختلفة. البيانات النوعية اللي هي qualitative data بتتقسم كمان لنوعين، اللي هو البيانات الاسمية nominal data، والبيانات المرتبة اللي هي ordinal data. طب بسرعة، البيانات الاسمية دي ما بيبقاش فيه أي نوع من الترتيب ما بين الأنواع وبعضها. يعني اللون الأحمر ملوش علاقة باللون الأزرق، ملوش علاقة باللون الأصفر، وهكذا. والأسماء نفس الكلام، والجنسيات مفيش أي نوع من الترتيب ما بينهم، إن حد مثلا أعلى من حد أو أقل من حد كمفهوم. البيانات المرتبة هي الأنواع البيانات هي نوعية، لكن
ليها زي نوع معين كده من الترتيب او الرانك معين في الاستخدام بتاعها. زي مثلا احنا تقييم المنتجات زي ما كاتبين من مقياس مثلا 1 ل5 نجوم مثلا. ممكن يكون واحد ادى المنتج ده نجمتين، ممكن يكون اداله 3. ممكن نصنف المرضى على حسب شدة المرض، المرض شديد جدا، المرض متوسط الشدة. ترتيب المتسابقين في سباق على حسب كل واحد المركز الأول ولا التاني ولا التالت. دي احنا اتكلمنا عنها في تابلو برضو، إن ساعات تابلو ما بيقدرش يفهم إن المعلومات اللي داخله دي زي مثلا سباق أو رانكينج معين، ممكن يفهمها كرقم ما يفهمهاش كدايمنشن، يعني ما يفهمهاش كبيانات نوعية. فدي نقطة مهمة طبعا جدا. البيانات زي ما قلنا المرتبة اللي بيبقى فيه نوع من الفرق ما بين النوع والآخر، زي مثلا إن حد يكون في كلية مثلا أو حاجة، متخرج من كلية يكون جايب جيد جدا، حد يكون جايب جيد، حد يكون جايب مقبول، وهكذا. في نوع من الترتيب في الداتا. ودول النوعين الأساسيين للبيانات الكمية زي ما قلنا كواليتيتيف، وإن شاء الله هنخش على البيانات الكمية زي ما انتم شايفين الكوانتيتيف داتا، البيانات القابلة للعد. ده طبعا نوع من البيانات تتعلق بالأرقام القابلة للقياس بقى والعد، الحاجات اللي احنا يعتبر اشتغل بيها المحلل البيانات أكتر حاجة في الحسابات، اللي يعني المجموع، أقصى حد، وهكذا. مجموع مثلا عدد الموظفين الموجودين في شركة، مجموع المرتبات، مجموع المصاريف، الربح، وهكذا. البيانات الكمية طبعا يمكن قياسها وتحويلها لأرقام رقمية قيم رقمية محددة، وطبعا ينفع تحللها بطرق إحصائية ومنطقية اللي هي بقى باستخدام قوانين رياضية ونسب وحاجات زي كده. الأنواع الرئيسية طبعا البيانات الكمية هي الأرقام، طبعا الأرقام العشرية والنسب المئوية والتاريخ والوقت. التاريخ والوقت بيندرجوا تحت البيانات الكمية. بتقسم برضو لنوعين أساسيين، اللي هو البيانات المستمرة ال continuous data، والبيانات المنعزلة أو المنفصلة ال discrete data. طيب إيه الفرق ما بينهم؟ البيانات المستمرة هي غالبا بتبقى حاجة ما يقدرش الداتا اناليست يعمل لها زي عزل، بمعنى يعني الطول والوزن والسرعة والزمن دي حاجات ينفع نقيسها بدقة غير محدودة. بمعنى يعني ممكن أخلي الطول 2 متر 73 سنتي مثلا و10 ملي، نقدر نعمل عمق معين للرقم يوصل لدقة معينة. نفس الكلام الزمن، ممكن نقول الزمن 3 أيام وساعتين و25 دقيقة مثلا و3 ثواني. يعني أقدر أعمل أرقام عشرية بطريقة غير محدودة وأوصل لدقة معينة في الرقم اللي أنا عايزه. لكن البيانات المنعزلة أو المنفصلة ما أقدرش أقسم الرقم لرقم عشري. بمعنى آخر، لو أنا بعد مثلا موظفين، عدد موظفين في شركة، ما أقدرش أقول إن في 2 موظف ونص. ليه؟ لأن غير منطقي طبعا، يا إما يا 3 موظفين يا إما يبقوا 2. معنى كده البيانات الديسكريت أو البيانات المنعزلة غير قابلة إن هي يبقى فيها أرقام عشرية. فده بيخلي لازم نكون عاملين يعني زي عزل ما بين الاتنين عشان نقدر نفرق ما بينهم في الشغل بتاعنا يعني. والمنتجات برضو، يعني المنتجات ما نقدرش نقول مثلا 2 كمبيوتر وتلت مثلا، لا، هو إما يبقى 3 يا إما يبقى 2. فدي الديسكريت حاجات غير قابلة إن هي تتقسم على أقل من 1. يعني الأرقام العشرية تبقى أقل من 1، والكونتينوس ينفع طبعا إلى حد لا نهائي من الأرقام العشرية ينفع يبقى فيها. ودي مقارنة سريعة جدا ما بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف، البيانات الكمية والبيانات النوعية. زي مثال سريع قوي، إن البيانات النوعية الأسماء، الروائح، الألوان. البيانات الكمية بيكون درجة امتحان، الأوزان، مقاس الجزمة أو ما شابه. وبكده نكون خلصنا إن شاء الله الفيديو بتاعنا عن أنواع البيانات. والفيديو الجاي إن شاء الله هنكون بنتكلم أكتر عن الإحصاء ومفاهيم الإحصاء أكتر. متشكر جدا لمتابعتكم، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.